السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كيكه الشوكولاته بطريقه سهله جدا وناجحه من اول مره. بجد حقيقي طعمها تحفه وشكلها كمان جميل جدا. هوريها لكم لما نخلص. النهارده المكونات اللي احنا هنحتاجها مع بعض: هنحتاج كوبايتين دقيق فاخر، وهنحتاج 2 فانيليا وواحد كيك شيف او بيكنج باودر اللي انت عايزاه. وهنحتاج كمان كوبايه لبن ونص كوبايه لبن تانية هقول لكم هنعمل بيها ايه، وكوبايه سكر، وكمان كوبايه الا ربع زيت، ونص كوبايه كاكاو خام، وثلاث بيضات. وكل المكونات بدرجه حراره المطبخ. اهم حاجه البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. اهم قبل ما نبدا الفيديو ده، اهم حاجه ما تنسيش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكمان ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في قناتي. ويلا بينا نبدا الفيديو. الكيكه بقى النهارده هنعملها كلها في الخلاط بجد بطريقه سهله وبسيطه جدا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط السكر، هنحط كوبايه السكر، وبعدين هنحط بقى كوبايه اللبن، وهنحط كوبايه الا ربع زيت، وكمان هننزل بنص كوبايه الكاكاو الخام. وهنبدا بقى نضرب كل المكونات دي مع بعض لحد ما تبقى قوامها تقيل جدا. هقفل الخلاط واضربهم وهوريكم بقى بعدها هيبقى القوام عامل ازاي. بعد ما ضربنا بقى كل المكونات مع بعض بقى الخليط تقيل كده، هنشيل منه نص كوبايه على جنب، ده هيكون عشان التزيين وكده، هنحطه على وش الكيك. وهاجي اقول لكم بقى هنكمل هنعمل ايه تاني. بصوا انا هعمل ايه، هحط كده، هنزل بقى هعمل الكوبايه دي كده كلها من الخليط اهو، شايفين كده؟ تمام جدا. هدخل بقى الكوبايه دي في التلاجة لحد ما اخلص الكيكه، وهرجع اقول لكم هنعمل ايه تاني مع بعض. طيب يا جماعه، هنيجي برضو في نفس الخلاط وفي نفس هنخلط برضو بنفس الخلاط. هنحط الثلاث بيضات اهو، وهنحط نص كوبايه اللبن اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. وهنخلط الحاجات دي مع بعض كلها في الخلاط، وهوريكم بقى شكلها بعد ما نخلص، وهننزل بيها بقى في البول عشان نكمل باقي الخطوات. ما تنسوش كمان تحطوا كيسين الفانيليا مع اللبن والبيض. هضربهم بقى في الخلاط كويس جدا، وهرجع اوريكم شكله عامل ازاي. ده يا جماعه شكل الخليط بقى بعد ما ضربناه. ده اخر حاجه. هجيب بقى بوله عندي كبيره كده عشان تعرفي تاخدي راحتك في التقليب وكده. هتنزلي طبعا كل في الخلاط كويس جدا. هجيب الاسباتيولا واعمل بيها الخلاط، انضفه كويس جدا. وهاجي اقول لكم هنعمل ايه بقى مع بعض. كده يا جماعه ده الخليط اهو. هنزل بقى بنص كميه الدقيق كده عليه اهو، وهجيب اللي هو الكيس بتاع الكيك شيف او البيكنج باودر هتحطيه فوقيه. وهنبدأ بقى نقلب كويس جدا بأي مضرب عندك، أي مضرب يدوي عندك اعملي بيه لحد الدقيق ما ما يضيع خالص في الخليط، ويبقى قوامها كويس يعني وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هفضل اضرب فيها كده وهوريكم شكلها، هوريكم شكل الخليط بعد ما اخلص. هتفضلي بقى تضربي جامد 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 في نفس الاتجاه عشان ما تطلعيش الهواء منها، في نفس الاتجاه كده كويس قوي. تضربي في نفس الاتجاه، ولا تلفي شمال ولا يمين، كل الضرب في نفس الاتجاه. كده ده اول كمية دي اهو اختفت. هبدأ انزل تاني بشوية دقيق تاني اهو يا جماعة. ممكن تاخد كمية الدقيق كلها، ممكن تاخد كمية اقل على حسب القوام اللي انت شايفاه. هقلبها كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما، وهوريكم شكلها النهائي واقول لكم خدت كميه الدقيق كلها او اقل. تمام يا بنات، ده شكل الخليط اهو.
وجبت صينيه متبطنه دقيق كده، شويه حته سمنه او شويه زيت وتبطنيها دقيق، وهتنزلي بالخليط كله في الصينيه. وطبعا انت بتشغلي الفرن قبلها بشويه على درجه حراره 180، هتدخليها الفرن بيكون شغال من تحت بس مش من فوق. هتدخليها في الوسط وما تفتحيش عليها غير بعد 30 دقيقه، 35 دقيقه، 40 دقيقه بالكتير بتكون استوت. تفتحي عليها بقى وتختبريها كده بالخله، لقيتيها ما فيهاش عجين خلاص تمام، لقيتي فيها حاجه في الخله يبقى لسه ما استوتش. هنزل بقى الخليط كله هنا اهو. دي صينيه وسط. هنزل بقى الخليط كله في الصينيه وهدخلها الفرن على درجه حراره 180، وهرجع لكم بشكلها النهائي. واو يا جماعه، شايفين بجد طلعت اللهم بارك حقيقي تحفه. بصوا مفيش اي حاجه. طبعا هنبدا بقى نعمل فيها كده شويه، وهنجيب حبه لبن صغيرين، حاجه كده بسيطه. تمام. وهنبدا بقى ننزل بالشوكولاته بتاعتنا كده، وهنفردها على الوش، وهاجي ارجع لكم اوريها لكم تاني. ده الشكل النهائي للكيكه يا جماعه. الخطوه دي لو عملتوها اصلا وهي الكيكه بارده احسن كتير، بس عشان انا مستعجله عليها ويعني واخداها معايا في مكان، فعملتها على طول وكده. فاول ما هقطعها هوريكم بقى شكلها من جوه عامل ازاي وهصورها لكم. استنوني بقى في فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتدعموني وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بجد تحفه وعاليه جدا يا جماعه. واول ما هقطعها هوريكم قطعه منها، واستنوني فيديوهات تانية اكتر بكتير ووصفات ناجحه ان شاء الله. باي باي على احلى بنات في الدنيا، وكل سنه وانتم طيبين.